بيبدأ الفيلم مع البطل واللي بنعرف انه مدرس ألعاب، وكمان بيكون قريب جدا من تلاميذه لدرجة ان هو بيقعد يحكي لهم كل حاجة عن حياته. وبعد كده بيجيله جواب من واحدة اسمها هي، واللي هنعرف بعدين هي مين هي دي. بعد كده بنرجع لسنة 2005 وبنعرف ان البطل كان بتاع مشاكل ودايما بيقعد يتخانق في مدرسته، وفي مرة عمل خناقة كبيرة واتعاقب بسبب الخناقة دي، وبيكون في طالبة جديدة جاية والطالبة ديت هي وبيعجب بيها على طول من أول نظرة، وبيفضل يحاول يقرب منها علشان يعني يتصاحب عليها، بس هي بتكون بصاله بقرف لان الصراحه شكله عبيط قوي يا جماعه. وبنعرف ان هي من ساعه ما جت المدرسه دي وهي اشهر طالبه في المدرسه، وده بسبب ان هي جميله وذكيه، وكل الولاد بيكونوا عاوزين يرتبطوا بيها، بس هي مش بتعبر حد منهم وبتكون مركزه بس على دراستها. المشكله بقى ان البطل نفسه بيكون برضو عاوز يرتبط بيها وبيحاول يقرب لها يعني. وبيكون في طالب كده في المدرسه معروف يعني ان هو متنمر، وبيكون كاتب لها ورقه على ظهرها ان هو بيحبها وكده، فالبطل بيساعدها وبيشيل لها الورق ده، فساعتها يعني بتستلطفه وبتقول له ان هو يخرج ياكل معاها، وفعلا بيهربوا هما الاتنين من المدرسة مع بعض وبيروحوا ياكلوا. وهناك وهما بياكلوا وهي بتفضل تتكلم عن المتنمرين وان هما بيضايقوها وكده، بيقول لها لو انت عاوزة تخلصي منهم قولي لهم يعني ان احنا مرتبطين، فبتكون رافضة في الاول لانه هو كمان بتاع مشاكل وبيقعد يعمل مشاكل كتير في المدرسة وهي مش عاوزة تدخل نفسها في المواضيع. نيجي بعد كده لتاني يوم في المدرسة واللي المتنمر ده بيكون لسه بيضايق هي برضه، فاليوم دوت برضه بتهرب من المدرسة كالعادة، وساعتها البطل برضه بيهرب معاها وبيروحوا ياكلوا زي كل يوم لانهم اتعودوا ياكلوا مع بعض. المتنمر ده بيشوفهم وبيسألهم هما خارجين يقعدوا مع بعض ليه، فساعتها هي بتضطر تقول له ان هي مرتبطة بالبطل علشان يعني تخلص منه، فساعتها بيتضايق اكتر. وبعد لما المتنمر ده بيمشي البطل بيوعد هي انه مش هيعمل مشاكل تاني لان هي بتتضايق من المشاكل، وطالما قالت ان هما مرتبطين فهو خلاص هيبعد عن اي حاجة تعمل مشاكل. وتاني يوم بما ان المدرسة يعتبر كده كلها عرفت بخبر ارتباطهم ده، فالبطل بيفضل لازق لها، وطبعا مش بتعرف تتكلم ولا تقول اي حاجة، وهو اصلا كمان بيستغل الفرصة دي لانه هو معجب بيها. وساعتها المتنمر ده بيكون متضايق جدا لانه هو قاعد معاها وبيبدأ يحاول يجر شكل البطل، بس ساعتها البطل مش بيعبره وبيكمل اكل عادي جدا. وبعد كده بيهربوا زي كل يوم من المدرسة، بس المرة دي المدرس بتاعهم بيشوفهم فبيجروا على طول عشان يهربوا منه، والبطل بيمسك ايدها وبيهربوا مع بعض، وفعلا بيقدروا يهربوا منه وبيروحوا على بيت البطل كمان، وهناك البطلة بتعرف يعني ان هو بيحب القراية وكده، فبتكون مستغربة قوي ازاي يعني هو بيحب القراية لان شكله اهبل يعني. بعد كده تاني يوم في المدرسة بيكون المتنمر ده مصمم برضو يجر شكل البطل، وساعتها بيضربه وبتحصل خناقة كبيرة جدا، بس الغريبة بقى ان البطل مش بيدافع عن نفسه خالص وبيسيب المتنمر يضربه عادي. وبعد ما الخناقة دي بتخلص بيكون رايح وقاعد مع هي، وساعتها هي بتسأله هو ما دافعش عن نفسه ليه، فبيطلع انه ما دافعش عن نفسه ولا ضرب المتنمر ده بسبب ان هو وعدها قبل كده انه مش هيعمل خناقات، وبتكون متأثرة جدا بسبب ان هو وفى بوعده، وساعتها بتحس ان هو فعلا قد الوعود وشخص كويس. بعد كده وهم مروحين مع بعض هي بتشوف عربية كده، فأول ما بتشوفها بتلف وشها على طول، والبطل بيسألها لو كانت تعرف الشخص اللي في العربية ده، فبتقول له إنها ما تعرفش مين ده، بس بيكون باين عليها كده إن هي متضايقة جدا ومصدومة. ومن ساعتها هي وهي متضايقة جدا حتى في المدرسة ما كانتش بترد على البطل نفسه، ففي آخر اليوم بيفتح الإذاعة بتاعة المدرسة وبيغني لها الأغنية اللي هي بتحبها، فساعتها بيعرف يخليها تضحك فعلا. وبعد كده بيروحوا يقعدوا مع بعض على البحر، وساعتها كمان البطل بيعترف لها بمشاعره وإن هو معجب بيها، وبيبان كده إن هي كمان معجبة بيه. بعد كده تاني يوم في المدرسة هي مش بتروح المدرسة، فالبطل بيقرر يكلمها بس مش بيعرف يوصل لها، وبيقرر ان هو يروح لها عند بيتها، بس لما بيروح بيلاقي خناقة كبيرة جدا في الشارع ده، وبيكون كمان في محل متكسر كده وراجل عمال يزعق، وبيطلع ان المكان ده هو بيت هي، وساعتها بتصدم جدا لما بتشوفه وبتطلب منه ان هو يمشي، ففعلا بيمشي علشان ما يحرجهاش. بس تاني يوم في المدرسة هي مش بتروح المدرسة وبتكلم البطل علشان تقوله ان اللي كان في المحل ده هو باباها، وان هي ومامتها هربانين منه، بس هو امبارح لقاهم وهم كده مضطرين يهربوا تاني، فهتمشي من المدينة وبتودعه في التليفون وبتمشي. والبطل بيكون مصدوم جدا من اللي هي قالته له ده، وبيحاول يجري عشان يلحق الاتوبيس اللي هي رايحة منه، بس مش بيلحقه وهي بتسافر فعلا. وبنعرف بعد كده ان البطل من ساعة ما اتخرج من ثانوي وهو ما دخلش جامعة ولا اي حاجة، وانه بيشتغل بس كده في محل فراخ، وبيكون صاحبه داخل جامعة سول وبيوريه الكتاب اللي موجود فيه كل حاجة عن الجامعة، فالبطل بياخد باله ان هي موجودة في الصورة ديت وبيكون مصدوم جدا. بيقرر خلاص ان هو هيروح الجامعة دي، وبيروح فعلا علشان يقول لأهله ان هو هيخش جامعة سول، فأهله بيتريقوا عليه لان هو فاشل، ازاي يعني هيخش جامعة زي جامعة سول دي، ولانها اصلا جامعة للمتفوقين يعني، وبياخدوا كلامه كأنه هو بيهزر، بس هو بيقول لهم ان هو هيوريهم، وفعلا بيبدأ يذاكر وما بيعملش اي حاجة في حياته غير ان هو يذاكر ويتمرن، بس لانه بيكون حاطط هدف قدامه ان هو يخش جامعة سول، مش عشان الدراسة وكده، بس عشان يقابل هي لان هي وحشته جدا ولسه بيحبها، وبيكون مبسوط جدا لان البطل فعلا اتقبل في جامعة سول، وبيكون بقى عاوز يشوف هي على طول، وفعلا
فعلا بيقابلها بالصدفة وبيكون بقى متوقع ان هي بقى هتحضنه وتكون مبسوطة جدا انها شافته، بس رد فعلها بيكون غير كده خالص وبتكون مستغربة قوي بس بتسلم عليه عادي يعني. وبيعرف كمان ان هي بقت مصممة ازياء وان هي كمان مرتبطة بقائد فريق الكورة، فبيكون مصدوم جدا لانه بعد التعب ده كله طلعت مرتبطة. بس هو مش بيستسلم وكمان بيسكن معاها في نفس السكن اللي هي ساكنة فيه علشان يعني يحاول يقرب لها وكمان يبعد حبيبها دوت عنها. انا مش فاهمة اصلا هي ازاي سابته وراحت لحبيبها المعفن ده. والبطل كمان بما انه بيحب الرياضه فبيكون في نفس الفريق اللي حبيب هي فيه، وساعتها بيكون مش طايقه اصلا، وخصوصا كمان ان هو بيقعد يفرض سيطرته عليهم. ولما عيد ميلاد هي بيجي البطل بيعرف وبيكون عاوز يفاجئها بهديه حلوه يعني، بس بيلاقيها قاعده مع حبيبها ده، وفي الوقت دوت بيكسر له عربيته لانه بيكون متغاظ جدا منه، وهي اصلا بتكون شافته وعارفه ان هو اللي كسر العربيه. وفي مره بالصدفه بيعرف البطل ان حبيبه بيخونها مع بنت تانية، وفي الماتش بتاعه بيروح يقول لها ان حبيبها بيخونها بس هي مش بتصدقه وبتطلعه هو اللي كذاب وبتتخانق معاه خناقه كبيره جدا. فلما بيروح علشان يكمل الماتش بيضرب حبيبه لانه بيكون مش طايقه من ساعه ما عرف ان هو بيخونها، وبيحصل خناقه كبيره جدا في الجامعه وبتخليه اصلا يسيب الجامعه كلها. وبعد فتره كبيره بنعرف انه ارتبط ببنت تانية خلاص، بس في مره بالصدفه وهو ماشي بيشوف هي، وساعتها اول ما بيشوفها بيكون فرحان جدا وبنعرف ان هي شغاله موديل دلوقتي، وساعتها بيسلموا على بعض. والبطله كمان بتعرف ان هو بقى مرتبط دلوقتي وبيسالها لو كانت مرتبطه، بس بتقول له ان هي دلوقتي مفيش اي حد في حياتها وبيكون عندها مشاوير بس المساعده بتاعتها اخده العربيه. فالبطل بيعرض عليها ان هو يوصلها فبتشكره وفعلا بيوصلها لكل المشاوير بتاعتها، وبيشوف ان هي بتتمرمط جامد جدا في الشغل بتاعها. وهم راجعين بيوريها تصاميمها القديمه وبيفكرها ان هي كانت عاوزه اصلا تطلع مصممه لانها بتتعب جدا في الشغل ده، وده اصلا مش حلمها الحقيقي. وبنعرف بعد كده ان هي والبطل اتقابلوا اصلا قبل ما يمشي من الجامعه، ان هم كانوا بيتقابلوا كتير جدا في الفتره دي، وكمان عرفت ان هو ما ضحكش عليها ولا حاجه وان حبيبها دوت خاين يعني، وكانت سابته في الفتره دي فعلا. وفي مره من المرات اللي كانوا بيتقابلوا فيها حصل له موقف محرج معاها ومن ساعتها ما تقابلوش تاني. وفي مره كانوا خارجين مع بعض في مكان كده والبطل ساعتها حب يعترف لها بمشاعره، بس ساعتها البطله رفضت مشاعره دي بسبب ان هو كان مرتبط في الوقت ده. فبيروح لحبيبته ساعتها وبيحكي لها كل حاجه وان هو بيحب واحده تانية، بس حبيبته اصلا بتكون لاحظت الموضوع ده وبتتقبل الموضوع عادي جدا. فبيروح يقول لي هي ان هو خلاص انفصل عن حبيبته وان هو عاوز يرتبط بيها، بس هي برضو مش بتوافق ان هي ترجع له وبتسيبه وبتمشي. بس وهي ماشيه بيكون في حاجه تقيله هتقع على راسها من فوق، بس البطل بينقذها في اخر لحظه والحاجه دي بتقع على دماغه هو. وبعد ما اتخبط ودخل المستشفى اخيرا وافقت ان هي ترتبط بيه، وكانت علاقتهم حلوه قوي مع بعض، ودوت اللي البطل كان بيتمناه من زمان اصلا ان هو يرتبط بيها يعني. بس بعدها بفتره البطل بيكون محبط جدا بسبب ان هو مش لاقي اي حد يشغله بسبب الاصابه اللي حصلت له لما انقذ البطله من زمان، وكمان البطله بيكون جاي لها سفريه للشغل سنتين، فهو طبعا بيكون محبط جدا لدرجه انه مش بيفرق له اصلا وبيقول لها تسافر او تعمل اللي هي عاوزاه. وبعد فتره بابا البطله بيتوفى، وساعتها البطل في جنازته بيقعد يتكلم مع صاحبه بيفضفض له ان هو ندمان ان هو عارفها اصلا من الاول، وان هو لو ما كانش عارفها يعني كان زمانه بيشتغل دلوقتي عادي جدا، انه يعني يا جماعه ما حدش ضربه على ايده ان هو ينقذها زمان يعني. المهم يعني ان البطله ساعتها بتسمعه وهو بيتكلم عليها وبتكون مصدومه جدا من اللي هو بيقوله ده، وكمان بتقرر ان هي خلاص هتنفصل عنه لانه كمان كان بيفكرها بباباها كل ما حاجه تحصل كان بيلوم مامتها على الحاجه دي حتى لو مش هي اللي غلطانه، فهي ما كانتش عاوزه تعيش مع واحد زي ده. وبعدها بشويه بيسيبها تهدى وبيروح يكلمها علشان يعني يحلوا المشاكل اللي بينهم دي ويرجعوا لبعض، بس البطله مش بترضى لان هو بيكون اتكلم عليها وحش جدا، وهي عارفه انه ممكن يعمل كده تاني في اي وقت عادي زي ما باباها كان بيعمل. والبطل بيعرف ان هي خلاص مقرره الانفصال فعلا لان هي بتكون قلعت الخاتم اللي هو مديهولها، وساعتها بتسيبه وبتمشي ومش بترضى تسمع اي حاجه من الكلام اللي هو بيقوله ده. نرجع بعد كده للحاضر واللي البطل بيكون في المدرسه في حصه يعني، وساعتها بيلاقي ان هي جات له المدرسه وبيسالها انت متردده كده ليه، هو انت عاوزه تقولي لي حاجه مهمه او كده؟ فبيقول بهزار كده انت هتتجوزي ولا ايه يعني؟ فبتطلع ان هي هتتجوز فعلا، وان الدعوه اللي في الاول دي كانت من هي، وان هي عازمه على فرحها لان هو قال لها تعزمه بس كان بيهزر يعني ما كانش متوقع انها تعزمه بجد. وبعد كده هو واصحابه بيقرروا ان هم هيروحوا فرح هي وبكل شياكه كمان، واصحابه بيحاولوا يفضوا الاوضه بتاعت هي علشان يقعد يتكلم معاها شويه قبل الفرح، وساعتها فعلا بيقدر يخش ويتكلم معاها وبيعتذر لها لما قال ان هو ندمان ان هو عارفها وان هو مش ندمان ولا حاجه، وان هي حسنت له حياته كتير جدا، وان هو لولاها ما كانش حياته هتوصل للي هو فيه ده دلوقتي، وان هو مبسوط جدا بحياته كده. وساعتها هي كمان بتشكره وبتقول له ان من غيره ما كانتش هتعرف الحلم الحقيقي اللي هي عاوزاه، وان هو ساعدها كتير جدا في حياتها.
حياتها، وساعتها بيودعها لاخر مره وهو شايفها بتتجوز واحد غيره. بعد كل الذكريات اللي بينهم دي بسبب كلمه واحده بس هو قالها غيرت كل اللي بينهم ده، وان هو لو ما كانش قالها زمان كان ممكن يكون هو مكان العريس ده دلوقتي. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عاوزين اي فيلم تاني او مسلسل اكتبولي تحت في الكومنتس وان شاء الله هعمله لكم. متنسوش السبسكرايب واللايك، ودوت الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي، اعملولي فولو هناك.